السبب الأساسي والوحيد في خروج النادي الأهلي من كأس العالم للأندية هي مباراة انتر ميامي، وبالتحديد الشوط الأول، وبالتحديد ركلة الجزاء بتاعة تريزيجيه. نقطة من أول السطر. الشوط الأول من مباراة انتر ميامي وركلة الترجيح والفرص اللي ضاعت في الشوط الأول من مباراة انتر ميامي، المباراة الافتتاحية لكأس العالم، هي اللي ضيعت التأهل من إيد النادي الأهلي. النادي الأهلي كان هيتأهل متصدرا للمجموعة، أقسم بالله كان قادر يتأهل متصدرا للمجموعة، ولكن السبب الوحيد والرئيسي في خروج الأهلي من كأس العالم للأندية مباراة الافتتاح أمام انتر ميامي وإهدار الفرص، وبالتحديد ركلة الجزاء في الشوط الأول.